السؤال ده بجد في الجون. انا بحب بقى الاسئله دي. خشوا عليا بقى بالاسئله دي. وحشتوني الاول، اهم حاجه ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني ووحشني الرغي معاكم، وهنرغي كتير الفتره اللي جايه. السؤال هنا بيقول ايه هي اكتر حاجات كان نفسي اتعلمها من وانا صغيره، والحاجات اللي انا بحاول اصلحها دلوقتي وانا كبيره، وانا عندي دلوقتي القابليه ان انا يعني اعلمها لكم، وهحكي لكم يعني قصص معاها يعني ان جنرال، واحاول اقول لكم. ناخد بس اخر قطره من الهيالورونيك اسيد علشان ايه؟ نرميه بقى خلاص. هو يعني ايه؟ راحت عليه، هي فعلا قطره مش مهم. كلنا يا جماعه واحنا صغيرين بنتعرض لحاجات او بنضطر ان احنا نعمل حاجات علشان احنا مش فاهمينها، وبحجه ان في ناس كتير اكبر مننا بيعلمونا الحاجات دي. ما بقولش الاهالي عامه، لا، في المدرسه عادي وفي التمرين في كباتن وناس كتير يعني بيعلمونا حاجات مش ممكن ما تنفعش معانا او كده. وطبعا كلنا عارفين ان في ناس اسمهم المانيبيوليترز، اللي هم الناس اللي بيعرفوا يأثروا عليك بس بطريقه قذره كده، من تحت لتحت، مش نظيفه. anyways، خلينا نروح لأول حاجة كان نفسي فعلا أتعلمها وقت لما كنت صغيرة، وابتديت أتعلمها دلوقتي لما كنت كبيرة، وهي الاعتذارات المجبرة. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. أولا يا جماعة، مش كل الناس مش لازم علشان أنت ضايقت حد معناه إنك عملت حاجة غلط، بس عادي احنا ممكن نحترم ده، وممكن نحترم إن احنا ضايقنا شخص وعادي نعتذر أو كده. بس ركزوا معايا، في ناس يا جماعة بتيجي تحسسك بكمية ذنب انك عملت حاجة، وممكن تكون حاجة دي بجد عادية. او في ناس ممكن تقول ان ممكن نكون بس عملنا حاجة لحد ممكن تكون كبيرة قوي. ما عنديش مشكلة ان الشخص ده يحس ان دي حاجة كبيرة عنده. انا مش بقلل من مشاعر الشخص، انا بقلل من الطريقة اللي بيجبرني ان انا اعتذر له بيها. بلاش يا جماعة نقع في الفخ ده تاني. انا عارفة ان كلنا وقعنا في الفخ ده، وعارفة ان كلنا اوريدي اعتذرنا اعتذارات كتير قوي لناس بالذات اكبر مننا، علشان زي ما بيقولوا كده الاجانب تفيد ذير ايجو. بس من الاخر اللي انا عايزه اقوله ان دي استراتيجي يعني بتتعمل علشان تكنس التراب تحت السجاده، لان هي مش مفيده ب3 جنيه لاي شخص. يعني انت اعتذرت لي وانا كده كده هحسسك بالذنب اوريدي، علشان انا واحده كاذره من جوه، فيعني ملهاش لازمه. طالما اعتذرت مره، قبل بقى الشخص ما قبلش، انت عملت اللي عليك. فمش اوثنتك خالص ان احنا نروح نعتذر اعتذارات مجبره. اوكي؟ فيا جماعه، حاجه من الحاجات اللي انا كان نفسي اتعلمها هو ان انا مبقاش طيبه مع ناس اشرار ليا. ممكن ابقى عاديه، يعني مش لازم ان حد يكون شرير ليا سيبيه، ممكن نبقى عاديين عادي. مش لازم نروح نضربهم بالقلم يعني مثلا، بس يعني برضو مش لازم نبقى نديهم خدودنا عشان يضربونا بالقلم برضو. حلو قوي الكونسيلرز ده ميك اب خفيف يومي كده بس علشان ايه؟ نازله، وبعد كده نبقى نشيل. كان نفسي برضو اتعلم، والصراحه دي حاجه اتعلمتها من السوشيال ميديا، ان عادي ان احنا ما نعجبش اي حد، وعادي ان مش كل الناس تعجبنا، طبيعي. وده حاجه ريليتد بالرفض برضو. يعني احنا اتكلمنا عن موضوع الرفض ده قبل كده. لو انت اترفضت من حد، او حد رفضك، او انت اترفضت من انترفيو، او حد انت ما عجبتوش، او حد ما عجبكش، هي مش لازم تكون حاجه ريليتد بيك. ممكن تكون حاجه ريليتد بالشخص نفسه. انت مثلا مش التايب بتاع الشخص نفسه، يعني انت مش من نفس الكوميونتي، مش من نفس الناس. البتاع ده يا جماعه وهمي، البتاع ده وهمي. نرجع لمرجوعنا. مش عايزاكم يا جماعه تتخضوا لما انتم ما تعجبوش حد. يعني مش عايزاكم اللي هو ايه ده، هو انا وحش؟ طب هو العيب فيا ولا لا؟ ولا العيب فيك، ولا انت وحش والله، ولا كمان هو وحش. بس عادي، يعني كلنا عندنا طيب، كلنا عندنا ناس، كلنا عندنا يعني حاجات. هنكنتر المناخير اللي مش عاجباكم زي القمر، والله العظيم زي القمر. مش عارفه مين اللي ما بيفهمش ده اللي انا ما عجبوش، والله ما عارفه، لا اله الا الله. نرجع لمرجعنا يا جماعه، بس انا اسفه يعني سرحت في جمالي. فمش معنى ان حد ما عجبكش وانت ما عجبتوش يبقى المشكله فيك او فيه. ممكن ساعات المشكله تبقى في الشخص عادي، بس مش في الاغلبيه. مش لازم يعني، عادي ان انت ما تعجبش ناس علشان في ناس مش هتعجبك برضه. اوكي؟ فخلينا فير انف مع الحياه. دي بقى من الحاجات اللي انا كان نفسي بجد اتعلمها، واكشلي الصراحه ابتديت اتعلمها، لان هو يعني ما عندناش اوبشن غير كده. عارفين يا جماعه احساس لما تحس ان انتوا لازم تبقوا صارمين في حاجه بس انتوا مش مرتاحين؟ طبعا كلنا عارفين الاحساس ده، يعني كلنا عارفين الاحساس ده. فانا كان نفسي من زمان قوي ان انا اتعلم الاحساس ده. النقطه من البتاع ده بتاع مايت سينما هيكفي والله العظيم، بلاش غشامه. المهم يا جماعه، كان نفسي امانج ازاي
ابقى مرتاحه في الوقت اللي انا برفض فيه حاجه. يعني ازاي ان كلنا بيبقى عندنا مشكله ان احنا نبقى مرتاحين واحنا بنرفض حاجه. طبعا هي دي مشكله وكلنا بنواجهها، بس اتس اوكي، بيسو از هير. فكان نفسي اتعلم ان انا ازاي اقول لا وانا مرتاحه، بس دلوقتي اكشلي الحمد لله ابتديت اعملها، وهعلمكم ازاي برضو على فكره يعني. بس دي من الحاجات اللي كان نفسي اتعلمها واتعلمتها الحمد لله. خامس حاجه بقى، ودي من الحاجات اللي بجد كان نفسي اتعلمها من وانا صغيره، وهو ان انا اصدق احساسي. الاجانب بيقولوا عليها trust your guts او your instinct، ان انا اثق في احساسي واصدقه. ده من الحاجات انا بحس ان في ناس عندها موهبه، دي حاجات بجد جفتت من ربنا كده، ان هي ناس بتصدق احساسها وبيطلع صح في نفس الوقت. بس بجد دايما انا اللي بخيبه، يعني هي المشكله كانت فيا ان دايما انا اللي بخيب احساسي، معرفش ليه. فتعلمت كده لما كبرت، بعد طبعا ان كل مره احساسي بيطلع صح. انا عمري ما هكدبك تاني يا حبيب قلبي، احلى مسكره في حياه اي بنت، بجد احلى مسكره في حياه اي بنت. وده يجيبنا للنقطه الخامسه تقريبا النقطه الخامسه، وهي ارضاء الجميع غايه لا تدرك يا جماعه. اقسم بالله هتندموا ندم، والله العظيم يا بت منك ليها هتندمي ندم. ما ترضيش حد الا نفسك واهلك وربنا طبعا يعني فوق الكل. بس اللي انا عايزه اقول لكم يا جماعه، مهما عملتوا واتشقلبتوا لحد، والله العظيم يا لهوي يا لهوي على كميه الستوري تايمز اللي عندي. مهما عملت واتشقلبت، في جمله قريتها انا انهارت من العياط. هي بتقول انا عملت كل حاجه علشان اتحب وبرضه ما اتحبتش. هحاول ما اعيطش اوكي. دي طبعا كلنا بنقولها لنفسنا لما بنكون بنحب حد وعايزين نرضيه ونعمل كل حاجه علشان يحبنا وما يحبناش برضه في الاخر، فبنحس ان الهوا ليه. الكلمه دي سالتها لنفسي 100 مره، بس والله العظيم يا جماعه هي مش حاجه لينا، يعني هي ارضاء بس الجميع غايه لا تدرك. بس ليب لاينر قمر، واحلى حاجه ان ده 2 in 1، يعني ده الليب لاينر وده الروج. فهمتوا عليا يا جماعه، فهمتوا عليا يا جماعه الخير. وبكده خلصنا الميك اب لوك اليومي. بهزر معاكم، انا مش بيوتي بلوجر، انا جايه اتكلم معاكم ونرغي معاكم سوا. دلوقتي جه دوركم يا جماعه، انا عايزاكم انتوا تقولوا لي ايه اكتر حاجه كانت فعلا ممكن تفرق معاكم لو حد علمها لكم وانتوا صغيرين، ولو عملتوها دلوقتي وحسيتوا ان انتوا عايزين تكونكت كده مع الانر تشايلد، مع انتوا وانتوا صغيرين، هتقولوا له ايه وهتعملوا معاه ايه. اشوفكم في الحلقه القادمه حبيبي.